الكل شايف حاليا أنه زاد عدد جرائم القتل بشكل كبير وبدوافع غبية، مثلا عبادة الشياطين أو القتل بسبب تافه، والأغرب من كذا عدم وجود عامل الندم أو الحسرة بعد قتل الأبرياء. السلام عليكم، معكم هايف، واليوم راح نتحدث عن قصة القاتل الوسيم الأغرب في العالم. هذا الشخص قتل ما يزيد عن 15 ضحية من مختلف الأعمار من 9 إلى 75 سنة بدون ما يخلي أدلة وراءه. جيب لك شيء تاكلها عشان تستمتع في القصة، ولا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة عشان تدعمني أنزل هذا المحتوى على اليوتيوب. ريتشارد راميريز من مواليد 29 فبراير 1960 مدينة تكساس الأمريكية. ولد هذا الطفل بلا أم وترعرع عند أب نفسي خلاه يعيش طفولة أليمة مليئة بالتعنيف والتحطيم النفسي والمعنوي، عشانه كان يتعرض للعديد من الجروح والضربات الخطيرة في سن مبكرة خلته يهرب من أبوه ويعيش عند ابن عمه. بس المشكلة أن نفس البيئة اللي كان يعيشها مع أبوه عاشها مع ابن عمه أو أسوأ، عشان ابن عمه كان جندي أمريكي في الفيتنام وكان مكلف بتعذيب النساء الفيتناميات في الحرب الفيتنامية. وكان يحكي ريتشارد عن وش كان يصير وكيف كان يعذبهم، ووراه صور كثير من النساء بحالات حتى البالغين ما يقدروا يشوفوها. والمشكل أنه ريتشارد كان صغير ما يقدر يستوعب هذه الأشياء، خصوصا بعد ما صار عمره 13 سنة، عشان شاهد أول عملية اغتيال أمام عينيه لأن ابن عمه قتل زوجته وريتشارد قاعد يشوف. فهذا الشيء خلاه يصاب باكتئاب وعقد نفسية. تم القبض على ميغيل واللي هو ابن عم ريتشارد ودخل السجن، بس لسه ما انتهت معاناة ريتشارد عشان ميغيل خرج من السجن وقضى 4 سنوات في مستشفى المجانين. فلما طلع رجع للعيش مع ريتشارد جونيور. بعد سنوات تطور اكتئاب ريتشارد وعدوانيته إلى هوس بالمخدرات والتعذيب والقتل، وهذا الشيء خلاه يسوي العديد من الجرائم منها السرقة وتجارة المخدرات، وحتى أنه صار يعبد الشيطان عشان الديانات الشيطانية تحرض على القتل والتعذيب. بعد ما أدمن ريتشارد المخدرات قرر أنه يسوي أول عملية القتل عشان يرضي نفسه الشيطانية وشهوته في القتل والتعذيب. في سنة 1985 تم اكتشاف مقتل فتاة في 9 من العمر وعجوز تبلغ من العمر 75 عاما بطرق بشعة. لم يتم سرد كيف تم قتل الفتاة الصغيرة، بس طريقة قتل العجوز كانت بشعة جدا عشان قطع لها راسها وأخرج لها حنجرتها، وقام أيضا بالاعتداء عليها جسديا. وفي 17 مارس 1985 اهتزت أمريكا بخبر موت 3 نساء في منزل واحد وفي ليلة واحدة. اقتحم ريتشارد منزل المدعوة ماريا اللي كانت مسوية جلسة مع 2 من صديقاته، وأطلق النار على ال2 من صديقات ماريا بينما هي حاولت تهرب، بس للأسف مسكها ريتشارد وهي تحاول تهرب وقتلها بدون رصاص أي بطريقة تعذيبية. لسه ما انتهى ريتشارد من سلاسل قتل النساء، عشانه بعد شهر من هذه الحادثة قتل ريتشارد امرأة تسمى زازارا، واللي بعد ما قتلها أطلق عليه اسم المتعقب الليلي عشانه كان يسوي أغلب عملية الاغتيال بالليل. تغيرت الأوضاع في كاليفورنيا وتكساس عشان شهدت الولايتين أكبر نسبة شراء الأسلحة والأقفال القوية في ذاك الوقت، وصار الكل يخاف يتجول في الليل عشان المترقب الليلي عنده هوس ومتعة بالقتل. بعد ما عرف ريتشارد أنه صار اسمه المتعقب الليلي أعجب باللي قاعد يصير، وصار يزيد شهرته عبر أنه يرسم النجوم الشيطانية في جثث الضحايا اللي يقتلهم ويسوي طقوس الشياطين قبل ما يقتلهم. طبعا بعد ما سوى هذا الشيء زادت شهرته بأمريكا لدرجة أن الشرطة الأمريكية سوت فرقة خاصة للبحث عنه، وزادت كمية الدوريات الليلية عشان يقبضوا على هذا الشخص المجهول. بعد ما قتل المتعقب الليلي أزيد من 15 ضحية، وبعد ما كان يتجهز لقتل الضحية ال15 شاف أحد الشهود وهو يتجهز لعملية الاغتيال، فقدم تقرير مفصل للشرطة ووصف دقيق لريتشارد جونيور. في هذه اللحظة اقتربت الشرطة من اكتشاف هوية المجرم ريتشارد أو الملقب بالمتعقب الليلي، لأن اكتشفت وجود بصمة القاتل في منزل آخر ضحية له. بعد ما اكتشفت الشرطة هوية القاتل المتسلسل تم نشر صوره في كل جدران ولاية تكساس وكاليفورنيا، بس لحسن الحظ اكتشف ريتشارد الموضوع متأخر عشان كذا أمسكته الشرطة وهو يحاول الهرب من ولاية تكساس في سنة 1985. بعد اعتقال القاتل المتسلسل تم الحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز بسجن سان كوينتين. والأغرب في الموضوع أنه بعد ما عرف أن تم الحكم عليه بالإعدام ما شعر ولا بقطرة ندم وتبسم وقال: أنا خارج عن الخير والشر، الشيطان موجود في قلب كل شر، سوف أنتقم. لسه ما انتهت القصة. تعرف ريتشارد على مذيعة أخبار مشهورة واللي وقعت في حبه وهو في السجن، وكانت مؤمنة أنه بريء وما سوى أي شيء، وكانت تقول دايما أن ريتشارد بريء وأنكم لا تعرفونه مثل ما أفعل أنا. لم يتم إعدام ريتشارد عشان قضيته كانت متأخرة وما كان عصر الرقمنة زي الحين، عشان في 2006 تزوج المدعو ريتشارد جونيور من المذيعة دورين ليوي في السجن، وكانت تزوره بشكل منتظم وأرسلت له أزيد عن 11 رسالة في ال7 سنوات قبل الزواج. فهذا الزواج كان تدمير لحياتها عشان تم التخلي عنها من عائلتها وتم فصلها عن عملها، إلا أنها كانت مولعة بريتشارد وكانت تقول أنه يستحق كل شيء لأنه بريء. بعد مرور سنوات انفصل هذا الثنائي الغريب، وأغلب الأدلة تدل على أن توثيق خبر قتل ريتشارد للفتاة اللي تحدثنا عنها في بداية المقطع هذا اللي خلاها تنفصل عنه وتختفي عن العالم وما ينزل عنها أي خبر ليومنا الحالي. نرجع لريتشارد. لم يتم إعدام ريتشارد جونيور عشان توفى في سن 52 بسبب سرطان الدم بعد معاناة من المرض. وهذا كان مقطعنا لليوم. لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة عشان راح أبدأ تنزيل منظم للفيديوهات إن شاء الله. والسلام عليكم.